الاي او اس نيتف برضه هينتهي؟ يعني بص انا زي ما قلت لك انا مش تفرق بالنسبه لي والله، احنا كده كده شغالين. مم. يوم ما نقول الاي او اس هينتهي، هي بالنسبه لنا اصل ابل مش شركه تحت بير السلم. الفكره ان ابل شركه تقيله جدا، دي من شركات الفنج، مم. او بقى زي ما بيقولوا بقى مش عارف مانجا ولا بقى مسمينها ايه والله دلوقتي عشان فيسبوك غيروا بقوا ميتا. ف فالفكره ان ما اظن الشركه زي كده هتنتهي بسهوله، وحتى لو انتهت هنشوف اي حاجه تانية نشتغل فيها. يعني هنروح ننزل اي اي بقى خلاص بقى ما عندناش حل بقى، كده كده اي اي هو اللي جاي، فكله يذاكر اي اي وخلاص. بس انت شايف ان السوفت وير انجينير بيعرف يروح في اي حته براحته؟ زي ما قلت لك، لو شخص عنده الاساسيات مظبوطه وعنده الكونسبتس الاساسيه، فانت بالتالي الموضوع بالنسبه لك ما بقاش صعب ان انت تروح لاي حاجه تانية، لان في الاول في الاخر هو كله سينتاكس. فانا هشوف ده بيتعمل ازاي، وهشوف بقى الاستراكشر بيتبني ازاي. يعني مثلا لو انت باك اند، في حاجات احنا عندنا مثلا في الموبايل في حاجه اسمها كلين اركتكتشر، في الباك اند بقى مش عارف هي اسمها، بيندرج تحت كلين اركتكتشر برضو مايكرو سيرفيسز ومش عارف ايه وحاجات زي كده. انا مش هقدر اتعمق فيها لانها مش باك اند، بس في الاخر لما اروح اذاكر الحاجات دي بتحصل ليه وبتتنفذ ازاي وايه اللي موجود جواها والسينتاكس بتاع البروجرامينج لانجوج اللي انا هشتغل بيه. مم. بس الاساسيات لا، يعني مثلا هعرف ازاي انفذ انكابسيليشن، ازاي اعمل او بي، لو في بروتوكول ازاي اعمل بي او بي، فيبقى في حاجات مختلفه. فهي الفكره في الاول وفي الاخر الاختلافات دي مش تبقى صعبه على اي حد شاطر ان هو يروح ليها. ممكن تاخد بعض الوقت، ده طبيعي، مم. وبتختلف من دماغ شخص لشخص تاني، بس في الاخر انت هتوصل للحته اللي انت عايزها.